السلام عليكم، ازيكم واهلا بيكم في قناه ونس. النهارده معانا قصه مرعبه بجد، فلو بتخافوا يعني فعلا ما تتفرجوش. هو غريب ان انا اقول كده بس انا بنصحكم. انا نفسي بحكيها وانا خايفه. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. صلوا على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نبدا في القصه على طول. قعدتوا تقولوا لي عايزين قصص رعب، اديني هقول لكم واحده هي تقيله وربنا يستر. القصه دي زي ما قلت لكم انها حقيقيه، تحكيها واحده عندها 33 سنه. بتقول ان القصه دي ابتدت من 60 سنه، من ايام جدها والد مامتها. فاهمين؟ وانا هحكي القصه على لسانها هي. بتقول انا كان جدي والد مامتي كان عنده كتب سحر كتير، كتب قديمه قوي لدرجه ان الورق بتاعها كان متهالك، وكان بيعالج الناس الممسوسه والمسحوره، يعني من الاخر كان ساحر. بس مشكلته انه لما كان بيعالج حد ممسوس او مسحور ما كانش بياخد عهد على الجن اللي بيطلعه ده انه ما يقربلوش او ما يمسوش هو واسرته تاني. مرت السنين، جدي اتجوز امي، وجدتي دي خلفت 11 اخ واخت، من ضمنهم امي وخالتي اللي بيدور حواليهم بقى الكلام كله. خالتي كان ترتيبها الرابع وامي كان ترتيبها التاسع بين الاولاد. خالتي كان بيحصل لها حاجات غريبه جدا، كانت بتسمع وتشوف احداث وتعرفها من قبل ما تحصل. كانت بتتكلم بلغات مختلفه جدا وهي لسه صغيره جدا، وده كان زمان يعني ما كانش فيه لغات حتى تتعلمها. فمره خالتي دي سافرت وسابت الاطباق والبراميل بتاعه الميه فاضيه، رجعت لقيت الاطباق والبراميل دي ممليه للاخر. مره تانية كانت نايمه، صحت لقيت فلوس فضه مرصوصه على دراعها، فلوس جديده بتلمع كانها لسه خارجه من البنك حالا. وفي مره تانية كانت في زياره لبيت جدي، كان وقتها امي لسه صغيره عندها 7 سنين. فجاه اتحولت وابتدى يخرج منها اصوات كتير لرجاله وستات من مختلف اللغات، وبدات تتشنج جامد وتشاور على مامتي. اول ما شاورت على ماما على طول ابتدت تتشنج وتتكلم بصوت طفله. جدي قلق جدا، وكان وقتها عندهم جار شيخ اسمه الشيخ عبد الحميد. الشيخ جه جري وبدا يمسك امي ويقرا عليها لحد ما الجن اللي عليها حضر. ساله انت مين؟ قال له انا عطبره حارسه للكعبه. ساعتها الشيخ سالها عمرك كام سنه؟ قالت له 700 سنه. كملت وقالت انا بحبها ومش هاذيها، انا عايزه احميها. الشيخ سال الجن ده وقال لها وانتي ايه اللي مستفيده منها؟ قالت له انا معاقه من غير رجل وبتسند عليها. سالها الشيخ قال لها طب هي بتحب ايه؟ قالت له المانجا. قال لها طب لو بتحبيها هاتيها حالا. قالت له بص تحت السرير. وبعد كده الصوت ده بطل يخرج. جدي بيبص تحت السرير، لقى كيس كده من الكياس الكرتون اللي بيتحط فيها الفاكهه زمان، ولقى فيه 3 مانجات كبار لونهم احمر. ساعتها كلهم خافوا ياكلوا منها، ولكن الوحيد اللي دقها كان جدي وقال ان طعمها حلو جدا. بعدها ماما وخالتي فاقوا بقوا طبيعيين. بعدها بكام يوم خالتي بدات تصرخ من الالم، قالت ان جنبها بيوجعها جدا. اخدوها بسرعه على المستشفى، بس كانوا كل ما يدخلوها علشان تعمل اشعه، الاشعه بتاعتها تطلع فاضيه تماما، فاضيه ما فيهاش حاجه. دخلوها تاني تعمل اشعه تطلع فاضيه، ورقه فاضيه. ساعتها الدكتور قال لها انت لازم تروحي عند جامع او كنيسه، وعلشان هو كان مسيحي اداها عنوان كنيسه. شافها القسيس وابتدى ان هو يقول كلام ويقرا عليها حاجات. بعدها قال لها انت اللي عليكي قبيله، ده مش حد واحد وانا ما اقدرش عليها، وللاسف اللي فيكي ساكن الكبد والقلب، وانا لو حاولت ان انا اخرجهم بنتكم هتتاذى، واللي عليها دول بينتقموا منكم لان كان حد من عيلتكم بيأذيهم. طبعا واضح الحد ده كان مين؟ كان الجد الكبير. مرت السنين وماما كبرت واتجوزت، وبابا كان بيروح الشغل طول النهار ويرجع بالليل، موظف عادي. ماما اول ما اتجوزت حملت من اول شهر، بعدها جيت انا للدنيا. ولما كان عمري شهرين ابتدت بقى الاحداث المرعبه كلها. امي كانت ست نظيفه جدا، مجنونه نظافه. في يوم حمتني ولبستني جلابيه بيضه نظيفه، وخدتني نيمتني على السرير وغطتني بكوفرته بيضه برضه نظيفه. ولما نمت سابتني وراحت السوق تشتري حاجات بسرعه. ولما رجعت حاولت تفتح الباب ما بيتفتحش خالص، بتزقه جامد يا دوب اتفتح فتحه صغيره قوي قدرت تحشر دماغها علشان تقدر تطمن عليا وتبص عليا. لقيتني قاعده ورا الباب على طول، وعينيا كانت واسعه شكلها مرعب وغريب. انا بنت لسه عندي شهرين يعني، يا دوب ما بتحركش اصلا، ازاي ابقى يعني ورا الباب كده كابسه على الباب ومخلياه يتضغط، مش عارفه تزق امي مني يعني؟ انا مش تقيله للدرجه دي، طفله شهرين. المهم مامتي اتخضت وما كانتش فاهمه اي حاجه، بتبص عليا لقيت فيه قهوه كأن قهوه مكبوبه حوالين بقي، ففكرت ان بابا جه وعمل له قهوه وشربني معاه، بس ما لقيتش بابا ولا حاجه. بعد كده ادركت ان انا لسه ما بتحركش اصلا، فازاي نزلت من على السرير واتحركت؟ رحت عند الباب، جرت تبص على السرير لقيت ان السرير متساوي زي ما هو، يعني انا لا اتزحلقت ولا وقعت، وازاي اصلا اتحركت المسافه دي؟ المهم اتحركت شويه كده، بصت على الحمام لقيت 3 نقط دم على باب الحمام، دم لسه جديد كانه دم حد متعور لسه. فلما شافت قهوه على بقي وحاجات زي كده قالت يمكن يعني وقعت فعلا من على السرير واتعورت وده دم، بس كل ده في مناطق مختلفه. الفكره انا اتحركت ازاي وانا طفله شهرين؟ وكمان ماما لما بدات تفتش في وشي وبقي وجسمي ما لقيتش اي تعوير ولا اي حاجه،
امي ما قدرتش تستوعب كل ده وخافت جدا واترعبت، خدتني على طول، خدت تاكس وراحت على بيت ابوها اللي هو جدي، وقالت له هات شيخ علشان يقرا على بنتي الصغيره. جدي فعلا جاب شيخ، ولما قرا حضرت عطبره هي الجن اللي ساكن ماما اتكلمت وقالت ان الجن كان عايز ياخد البنت الصغيره دي تحت الارض، وفعلا اخدها، بس انا قدرت ان انا ارجعها لها تاني. ده كان اول حدث مرعب يحصل في حياتي. كبرت، بعدها ماما خلفت اختي التانية، وبعدها خلفت اخويا، ولما كبرت قدرت بقى ان انا اشرح واعبر اللي انا بشوفه. كنت لما بدخل الحمام بشوف في السيراميك بتاع الحمام وشوش غريبه جدا كانت بتضحك لي، بشوف الجزمه بتاعتي ماشيه لوحدها في الصاله وداخله في الحيطه، كنت بشوف اخويا الصغير الرضيع وهم شايلينه ومدخلينه الحمام، بس هم ما كانوش متشافين، يعني كنت بشوف اخويا كانه طاير على الهواء. ولما وصل عمري 16 سنه صحينا من النوم كلنا فجاه بالليل على صوت ماما وهي بتزعق وهي بتقول شيلوا اللي على الارض دي، بهدلت لي الدنيا دقيق. بنبص ما لقيناش حد اصلا، ولا لقينا حتى اثر لدقيقه على الارض ولا على السجاد. وفي موقف تاني برضو مرعب جدا جدا، صحيت من النوم بالليل لقيت ماما مشغله الغساله، بس كانت مشغلها جوه الحمام، وعاده امي ما بتشغلش الغساله جوه الحمام، بتشغلها في الطرقه. المهم ان انا قررت ان انا اساعد ماما في الغسيل، ببص في الغسيل بس ما لقيتهوش غسلنا، وفجاه وانا واقفه انا وماما عند الغساله لقيت صوت ماما خارج من الاوضه بينادي عليا. خرجت بره الحمام جاريه علشان ابص عليها، انتبهت ان انا اصلا كنت واقفه مفترض جنب ماما في الحمام. لفيت وشي على اللي كنت واقفه معاها جنب الحمام، لقيت وشها بيتغير وبتضحك ضحكه غريبه، ومسكت الخرطوم غرقتني بيه ميه ومسكتني من شعري زقتني جامد. ساعتها طلعت اجري من الخوف والرعب، جريت على امي في الاوضه لقيتها فعلا لسه صاحيه من النوم وكانت كل هدومي مبلوله. ولما حكيت لي ماما قامت تشوف الحمام ما شافتش اي حاجه، لقيت بس الحمام غرقان ميه. ده غير بقى ان في ايام كتير جدا كنا بنصحى بالليل على صوت بابا بيزعق، ولما بنطلع ونقف معاه فجاه بنلاقي صوت المفتاح بتاع بابا بيفتح باب الشقه ويدخل. امال مين اللي كان معانا جوه بيتكلم معانا ده؟ يا لهوي. ده غير ان فلوس كتير وذهب ماما وحاجات كتير من لبسها كانوا بيختفوا فجأة ومش بنلاقيهم. في مرة بقى لما كنا بنحكي للعيلة خالي سمعنا ما كانش مصدق، وقال اللي انتوا بتحكوه ده خرافات. بقول لكم ايه، انا هاجي يوم وهبات عندكم كمان واشوف بقى ايه اللي بيحصل. بس بقى انهى كلامه بانه فضل يشتم فيهم، يشتم في اللي انتوا عارفينه، وفعلا جه وبات، معرفش يبات من كتر اللي حصل له. خالي فجأة لما دخل ينام لقى الحلل وادوات المطبخ كلها بتنزل تترزع على دماغه وهو نايم. ساعتها قام من النوم مفزوع وما قدرش ان هو يكمل بيات في البيت ومشى الفجر. طبعا يوم عن التاني وكل ما بنكبر كل ما الاحداث كانت بتتصاعد واحنا بندركها اكتر، نفسيتنا كلنا تعبت، ما بقيناش قادرين نعيش في البيت اكتر من كده ولا مع كمية الاحداث دي. كنا كل ما بنجيب التسجيل ونشغل اذاعة القرآن الكريم ما بنكملش دقيقة ونلاقي التسجيل كله نازل متدشدش على الارض، التسجيل اللي هو الراديو يعني جهاز الراديو. كنا لما بنطبق الغسيل ونرصه في الدولاب بعدها بدقيقة واحدة ندخل الأوضة نلاقي الدولاب مفتوح والغسيل كله واقع على الأرض متبهدل. جينا اليوم بقى الحدث الكبير، أكتر حاجة مرعبة شفناها. اليوم ده كنا في شتاء وكان يوم بارد جدا وكنا في امتحانات آخر السنة أنا وأخواتي. والدنا نزل قبلينا الشغل واحنا نزلنا بعدها رحنا الامتحان، بعدها رجعت البيت بعد الامتحان بفتح باب الشقة حسيت ان الشقة كلها لونها أصفر. عارفين لما يكون في يوم عاصفة رملية الجو بيبقى اصفر ازاي؟ شقتنا كانت كده. ولقيت ماما من جوه الاوضه بتنادي عليا بصوت مبحوح، صوتها يكاد يكون مش طالع. طلعت جاريه على اوضتها لقيتها قاعده على ركن السرير وخايفه وضمه ايديها ورجليها كده، كان وشها اصفر، شفايفها بيضه كانها شافت رعب الدنيا كله. السرير اللي كانت قاعده عليه كان عليه كميه رمله تعبي شوله، وكان فيه 3 شعرات بيض طوال فوق حاجب امي الشمال. بسأل امي ايه اللي حصل، قالت لي جالي 2 طوال وعراض قلبوا بيا السرير وانا كنت متشعلقه فيه تحتيه ارض عميقه جدا، ماسكه في المرتبه بايديا الاتنين وضوافري خايفه اسيبها لقع، وفضل الاتنين دول يضربوا فيا. فجاه فتحت فتحه مدوره في السقف، بس الفتحه دي كانت مليانه تراب. بعدها شالوني هما الاتنين من دراعاتي وطلعوني من الفتحه دي، ويا دوب الفتحه دخلت راسي لقيت واحد ضخم شعره طويل ومتضفر قاعد على كرسي يشبه العرش وجنبه 2 بنات سمر وملامحهم جميلة. فضل يتكلم معايا بس بلغة أنا مش فاهماها ومش فاهمة من كلامه حاجة، ومن كتر ما أنا كنت عمالة بقرأ قرآن من كتر الرعب اللي أنا فيه وقعت نزلت تاني على السرير بس كأني وقعت من على برج. طبعا بابا بعد ما رجع البيت وشاف البيت بالمنظر ده وشاف أمي كده قرر إنه لازم ينزل ويجيب شيخ معاه يقرأ علينا وعلى البيت، وفعلا جاب شيخ والشيخ فضل يقرأ على البيت 3 أيام، وبعدها قال لنا انتوا لازم كلكم تسيبوا البيت وتجيبوا لي شوال دقيق أبيض، ونثر الدقيق ده في البيت كله. ولما رجعنا تاني يوم لقينا فيه بصمات رجول على الدقيق دي، رجول مختلفة كبيرة وصغيرة، وقال لبابا لازم تمشوا من الشقة دي في أقرب وقت.
ما تعيشوش فيها يوم تاني كمان، علشان انت كده مشاركهم في مكانهم. لما سألنا صاحب الشقة عرفنا ان الشقة دي فضلت مهجورة لمدة 22 سنة، لانه كان شاريها وسايبها لابنه وفي الاخر ما خلفش. واضح كده انها اتسكنت وبقى فيها عمار بيت. وعلى فكرة الاحداث الغريبة دي كانت بتحصل لنا في 4 شقق مختلفة احنا سكننا فيهم. ساعات الاحداث دي بتحصل بسبب البيت نفسه، وساعات الاحداث دي مننا فينا بسبب الجن اللي على ماما. كبرت انا واتجوزت، وجوزي كان مسافر البحرين يشتغل فيها وسافرت معاه، ومامتي في الفترة دي كانت اتوفت الله يرحمها. لما سافرت مع جوزي ما كانش عندنا بيت في البحرين، فجوزي كان شغال في فندق مدير ليلي، فخلاني اسكن معاه في اوضه في الفندق لحد ما نشوف بيت بره. فكنت طول الليل بنام لوحدي وهو سهران في شغله بسبب طبيعه شغله، هو مدير ليلي. بس سمعت من اللي شغالين في الفندق ان في بنات كتير بتيجي هنا الفندق من جنسيات مختلفه، كلهم كانوا بيتخلصوا من نفسهم، مش معروف ايه السبب، وكانوا بيتخلصوا من نفسهم بطرق مختلفه، رمي او حريق. طبعا كنت بسمع الكلام ده، ولكم ان تتخيلوا تكونوا قاعدين في فندق بيحصل فيه كده، فكنت ميته من الرعب. كنت حاسه ان هو مش مظبوط تماما. وفي يوم من الايام النور قطع في الفندق كله بالليل، فبطبيعه الحال خرجت بره الاوضه علشان اعرف انزل تحت لاني مش عايزه اقعد في الضلمه لوحدي. بعدها بكام ثانيه اشتغلت صفارات الانذار في الفندق كله، وبعدها رشاشات الميه كمان، فعرفت ان ممكن يكون في حريق حصل. بس وانا جايه انزل لقيت في بنت من الاوضه اللي جنبي بتنادي عليا بلهجه مغربيه. قالت لي تعالي انا غرفتي فيها نور بسيط، خلينا نقعد مع بعض لحد بس ما يحلوا المشكله والنور يجي. رحت ودخلت اوضتها وقعدت معاها واتكلمنا كلام عادي جدا، مجرد تعارف، وعزمتني على شاي مغربي. وبعد ما النور جه مشيت ودخلت اوضتي تاني. بعد ما جوزي خلص شغل اليوم ده حكيت له اللي حصل. جوزي زعقلي قال لي انا قايل لك ما تحتكيش باي حد هنا. قلت له حاضر وقفلت الموضوع. بس يوم ورا التاني كان جوزي بينزل شغله وبيسيبني لوحدي، فكانت البنت دي بتخبط عليا، ساعات بتقعد معايا وساعات بتعزمني اروح اقعد معاها. بس الغريب انها لما كانت بتيجي كانتش بتاكل او بتشرب اي شيء، وانا لما كنت بروح لها كانت بتعزمني دايما على شاي مغربي. وكان النور في الاوضه عندها خافت جدا، كانت عايشه فيه وراضيه بيه بنفس الوضع ده. كل ما اروح الاقي الاوضه بنفس وضعها. قعدت شهر على الوضع ده لحد ما جوزي فرحني انه الحمد لله لقى شقه واننا هننقل من الفندق بقى. بس قبل ما امشي خبطت على اوضتها علشان اسلم عليها واقول لها انا ماشيه، بس ما لقيتهاش في الاوضه، ما لقيتش حد بيرد. ولقيت على اوضتها تراب على غير العاده، يعني ما كانش موجود قبل كده. المهم بعد ما خبطت عليها كذا مره وما فتحتش مشيت، ورحنا بقى على شقتنا الجديده، فرشناها وظبطناها ونظفتها، ومن التعب نمت ما حسيتش بحاجه. وجوزي نزل على شغله زي كل يوم. عدى كام يوم والحمد لله الوضع كان مستقر. بس في يوم بعد ما جوزي نزل الشغل لقيت الباب بيخبط. فتحت ومن صدمتي لقيت البنت اللي كنت بقعد معاها في الفندق، البنت المغربيه. دخلتها وعزمتها برضه وقدمت لها اكل وشرب، ولكن كالعاده ما كانتش بتاكل وتشرب اي شيء. بس المره دي حكيت لي حاجه غريبه قوي. قالت لي الفندق اللي كنا قاعدين فيه كان فيه 3 غرف فيهم 3 بنات ماتوا بطريقه مختلفه، وسابتني ومشت اليوم ده. بعدها بكام يوم قدمت على شغل في نفس الفندق اللي فيه جوزي، والحمد لله اتقبلت. اشتغلت هناك مديره مطعم. المهم ان جاء اوردر اكل في اوضه جنب الاوضه بتاعه البنت دي، فقررت ان انا من باب الذوق اخبط عليها واقول لها يعني انا اشتغلت في المطعم ولو احتاجت اي حاجه يا ريت تقول لي. فخبطت على اوضتها، فالولد اللي كان معايا قال لي حضرتك بتعملي ايه؟ ده مفيش حد خالص ساكن في الاوضه دي. قلت له ازاي يعني؟ لا ده كان في واحده صاحبتي هنا وساكنه في الاوضه دي. قال لي انا بقول لحضرتك مفيش حد موجود في الاوضه دي من 8 سنين، من وقت ما البنت اللي كانت ساكنه فيها ما ماتت. حاولنا نسكنها بس كان كل الناس اللي بتسكن فيها بتشتكي، فمن ساعتها مدير الفندق قفلها تماما. ساعتها انا اتجمدت في مكاني من كتر الخوف. امال مين اللي انا كنت بشوفها دي؟ نزلت جري على جوزي حكيت له اللي حصل. ساعتها زعق لي وقال لي عرفتي ليه انا كنت بقولك بلاش تختلطي بحد؟ انا كنت عارف اللي فيها. الكارثه انها جت زورتني في شقتي كمان. نفسيتي فضلت تعبانه لفتره طويله بعدها، خصوصا وان انا وجوزي شغالين في الفندق نفسه. ما كنتش بقدر اطلع ناحيه اوضتها تاني. صممت ان انا وجوزي نسيب البحرين خالص ونشوف لنا اي دوله تانية، خصوصا انها جات لي شقتي التاني مرتين بعدها وانا اللي ما رضيتش افتح. كانت بتقف على الباب وتقول لي انا عارفه انك جوه، انتي صاحبتي انا مش هسيبك ابدا. ما قدرتش اكمل في البحرين تاني، نزلت اجازه مصر لمده سنه وبعدها نقلنا الامارات. اجرنا شقه استوديو في الامارات وكان فيها غرفه ماستر، وكان ظهر السرير ناحيه حيطه الحمام. وابتدت احداث تانية تحصل. مبدئيا كده انا طالعه لمامتي في النظافه. شقتي كانت نظيفه جدا، كنت دايما بنظف واحرص ان ريحه الشقه تكون حلوه، بس كنت دايما اشوف دود ابيض صغير في ارضيه الحمام، رغم ان الحمام نظيف جدا وانا بحرص على نظافته. كنت كل ما ادخل الحمام بحس ان في حد معايا في الحمام، كنت بحس بحراره قريبه من جسمي. كنت كل ما ارص حاجه ما بلاقيهاش ابدا في مكانها. كنت دايما كل ما ابص في المرايه بحس بخيالات حواليا، لدرجه ان انا بقيت اخاف ابص في المرايه. وقتها كنت خلفت بنتي الكبيره وبقى عمرها 2 سنين. كانت دايما البنت تقف قدام الحمام
وتشاور عليه وتضحك كأن في حد قدامها هي شايفاه. ولما ابتدت تتكلم كانت تقول خالته هنا. جالي شيخ وبدأ يقرأ في البيت وقال لي حاولي تبدلي اتجاه السرير وتخليه ناحية القبلة. عملت كده وكنت بنام، بس والله ما كنتش ببقى نايمة، أنا كنت ببقى صاحية وحاسة. كانوا بياخدوني أطفال كتير يودوني الحمام، بس لما بدخل ما كانش بيبقى حمام، كان بيبقى ملاهي كبيرة جدا بيفضلوا يلعبوا فيها، وأنا كنت بلعب معاهم وبضحك، وكنت بفضل أجري مسافات كبيرة كأني بجري لبلاد. وكنت لما بقوم من النوم بلاقي على جسمي كدمات زرقاء كتير جدا، وببقى قاعدة كأني قاعدة تعبانة شهور وبستريح. بقعد كذا يوم مش قادرة أصلا أتحرك من كتر التعب. رحت المستشفى وكشفت على الكدمات دي، قالوا لي إن الكدمات دي آثار ضرب، وشكوا في جوزي إنه بيعنفني أو بيضربني. شافني شيخ هناك وأنا قاعدة بعيط مش لاقية حل للي أنا فيه. ساعتها الشيخ ده جالنا أنا وجوزي، سألني مالك. جوزي حكى له كل اللي بيحصل لاني فعلا ما كنتش قادره اتكلم. ساعتها الشيخ قال انا هعمل لكم زياره وخير ان شاء الله. جالنا فعلا البيت وسالني على اللي بيحصل لي، وسالني على مواصفات الاطفال اللي كنت بشوفها. قلت له ان هم كانوا زي الافارقه وكانوا حلوين جدا، شعرهم كمان كان طويل وناعم ورابطين كده رباط فوق عند راسهم من فوق او عند قورتهم. ساعتها قال لي يا بنتي احمدي ربنا دول من سكان الحمام، وشال المرايه اللي في الحمام وعمل حاجات كده انا مش فاهماها، حاجات كده بالرصاص وميه الورد والشمع، وقال لي ما حدش يدخل الحمام النهارده خالص. وبعدها فعلا ما حصلش اي حاجه، بس من بعدها وانا ما بقدرش انام في اوضتي تاني، كنت بنام في اوضه الاطفال، لدرجه ان الموضوع ده سبب مشاكل بيني وبين جوزي وصلت للطلاق. بس الحمد لله لما غيرنا الشقه بعدها الامور هدت الى حد ما. وبس خلصت القصه لحد هنا. صاحبه القصه ما قالتش اي احداث تانية حصلت لها تاني. فيا ترى انتوا ايه رايكم في اللي حصل ده؟ ويا ترى تفتكروا كل اللي بيحصل لهم ده واللي حصل لاسرتها قبل كده بسبب جدها الكبير خالص واللي كان ساحر؟ انا اعتقد انه يا ريت انتوا كمان تقولوا لي رايكم. بس لحد هنا يكون خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبتكم القصه يا ريت تسيبوا لي تعليق تقولوا لي فيه رايكم، واستنوا فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.